مساء الخير طارق، مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم معانا مع العاصمة والناس. كنا لسه بنتكلم عن الثقافة، عن المعرفة. الفقرة المخصصة لنا الآن يعني بنتحدث فيها بشكل موسع وكبير ومهم جدا، وبنتكلم فيها وبنقول المعرفة بقى في إيه؟ في موضوع المرور، لأن احنا بنعاني كتير من مشاكل المرور وأزمات المرور، لكن أكيد الكلام ده مرتبط بمؤسسات، بمشاكل ممكن يتكلموا عليها ليها دعوة بالمحليات، ليها دعوة بالداخلية والمرور ومشاكل المرور. يعني في قصص كتير مرتبطة بمشاكل المرور، لكن في قصص كمان مهتمة أو موضوعات مهتمة ويعني نقول ايه مرتبطة بالمعرفة. عشان كده النهاردة هنحاول ان احنا نعرف اكتر واكتر عن قواعد المرور، عن السلامة واحنا بنتعامل مع اي نقطة او بند خاص بالمرور. معانا النهاردة مشرفنا ومنورنا سيادة اللواء حافظ فكري احمد، المدير السابق لمعهد المرور ودبلوم هندسة وتخطيط المرور. اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا. نورتنا. كمان مشرفنا ومنورنا سيادة اللواء عادل محمد فؤاد، الوكيل الأسبق للإدارة العامة للمرور. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بيك يا فندم. يعني سيادة اللواء خلينا في البداية نتكلم على المعرفة، أهمية إن احنا نبقى عارفين وفاهمين قواعد المرور. الأهمية دي مفروض تكون للي بيسوق ولا المشاة ولا اللي بيتعامل مع الطريق ايا كان هو مين؟ يعني خلينا نقول اهمية معرفة قواعد المرور. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجة مهمة لازم الناس كلها تبقى عارفاها، هو ان العالم كله بيبص للطريق العام على انه عنوان لتحضر الشعوب. يقول لك بص للشارع كده تاخد قراءة سريعة عن الشعب ده، عن الدولة دي. فلازم شارعنا يبقى شارع محترم منضبط علشان الناس تقدرنا وتحترمنا. الثقافة بتاعت المصريين احنا مقصرين شوية في القصة دي، سواء يعني في ان احنا نعلم الناس ازاي الثقافة ديت، والناس كمان شوية يعني مترهلة في الموضوع ده شوية. آداب وقواعد المرور وأمان الطريق. عندي أنا بني آدم ماشي على رجليه، وعندي عربية وعندي طريق. الإنسان ده بنقول له اعمل معروف، يعني أنت صاحب الأولوية المطلقة في الطريق العام ده. فاعمل معروف، امشي على الرصيف، عدي من أماكن عبور مشاة. يعني قواعد المرور لازم يعرفها المشاة. طبعا. يبقى نمرة واحد طبعا. المشاة لازم يبقوا عارفين قواعد المرور، مش طبعا. قصة ان انا عندي عربية ولا لا او بسوق ولا لا. يبقى دي نمرة واحد. لما يمشي على الرصيف يمشي عكس اتجاه العربيات. يبقى ماشي كده والعربيات جايه في وشه، ما يبقاش ماشي والعربيات جايه في ظهره. دي ثقافة. بنقول بقى اللي راكب عربية، يعني خلي بالك من الناس في الشارع. العربية برضو قدراتها بتبقى عالية قوي، بس انت قدراتك، انت عندك قدرات بتقف عندها ما بتقدرش تتساير معاها يعني. بنقول بقى اللي راكب العربية مثلا، بنقول له استخدم حزام الأمان، ده مهم قوي، بيشيل عنك 60% من المشاكل اللي ممكن تقابلها. بنقول له مثلا مساند الرأس دي مهمة قوي في العربية، علشان الصدمات الخلفية. لما عربية تخبط عربية من ورا بيكون مردودها عنيف جدا على العنق، ممكن العنق ده يتقطم. طب دي اسمها قواعد المرور، ولا دي اسمها يعني نقدر نقول ليها دعوه بالسلامه؟ ضوابط للسلامه المروريه. ضوابط للسلامه يعني المروريه. مش بس ان انا المفروض ابقى عارفه في قواعد المرور ازاي امشي في اتجاهات معينه او العلامات الارشادات، لا ده في حاجات كمان ليها دعوه بالسلامه. بالظبط كده. بنقول مثلا الازاز بتاع العربيه اللي هو لما بيتكسر ده يتحول الى اجزاء صغيره، ده معمول بالحرفيه دي مخصوص عشان ما يسيبش تشوهات على بشره. في بنات وستات في العربيه، ما يسيبش تشوهات على بشره الانسان عشان تبقى رد فعل الصدمه حنين على. بنقول للانسان خلي بالك، اللي سايق العربيه خلي بالك الاطارات بتاعه العربيه دي لازم تبقى اطارات كويسة. طيب يعني احنا برضو هنقول له بالتفصيل، يعني يبقى المشاة ليهم مجموعة من المعلومات اللي المفروض نقولها لهم
في حاجات لازم يعرفوها. اللي بيسوق ايا كان نوع المركبه ايه برضو يعرف. هل في حد تاني مفروض يبقى ليه دعوه بسلامه المرور، قواعد قائد المرور؟ السياره يا فندم. انا لما بامن قائد السياره، لما بامن قائد السياره بامن الناس اللي ماشيه على رجليها بره، انه راجل منضبط عارف واجباته ايه، يقدر يسيطر على العربيه ازاي. فانا بقلل كده من حجم حوادث المرور اللي ممكن تحصل من قائد السياره اللي ماشي بالعربيه. بقول له مثلا لازم تبقى عارف مسافات الامان بتاعه العربيه بتاعتك، وانت ماشي بعربيتك لازم تبقى عارف تسيب مسافه قد ايه بينك وبين اللي قدامك. جوه المدينه بنتكلم مثلا من 8 ل 10 متر طول عربيتين او 3 عربيات كويس قوي، لان السرعه جوه المدينه 60، فبنقول له خلي بالك خليها من 8 ل 10 متر كده مسافه مناسبه. لما تطلع الهاي واي في الطرق السريعه مسافه الامان هنا بقى بيبقى لها ضوابط تانية. بنتكلم في ان كل ما السرعه تزيد طبعا المسافه دي لازم هتزيد. بنتكلم على ان كل 10 كيلو من سرعتي بطول عربيه من عربيتي، يعني عربيتي مثلا 4 متر، كل 10 كيلو انا ماشي على سرعه 90 فيها كام 10 9 اقول له سيب 9 عربيات. هو كده. طيب يعني اكيد في معلومات تانية كتير هنتكلم عليها وعايزين نقول احنا نعرفها ازاي. يعني هل مثلا انه برنامج كام دقيقة ممكن يقول الكلام ده، ولا في طرق لازم من خلالها نعرف المعلومات دي؟ بس خلونا نتكلم بقى على الانضباط المروري. الانضباط ده يجي ازاي؟ هل بقانون قانون المرور هو اللي يعني كفيل بوجود انضباط مروري؟ الحقيقة يعني سيادة اللواء هيكلمنا على النقطة دي، بس خلونا نشوف وحدة الانضباط المروري. ايه الحكاية؟ ايه وحدة الانضباط المروري دي؟ نعرفها ونشوفها مع بعض حالا من خلال هذا التقرير، وبعدين سيادة اللواء حالا هيكلمنا على قانون المرور وازاي يحقق الانضباط المروري. وحدة الانضباط المروري من أهم الوحدات المستحدثة التابعة لمديرية أمن القاهرة. معنا الآن سيادة المقدم عمرو أنور رئيس وحدة الانضباط المروري بالإدارة العامة لمرور القاهرة. أهلا بيك معنا يا فندم. مساء الخير يا فندم. عايزين نتكلم يا فندم عن طبيعة عمل وحدة الانضباط المروري. وحدة الانضباط المروري قسم مستحدث لتغطية محاور الإدارة العامة للمرور القاهرة قطاع الشرق، مكونة من 44 محور قطاعات الشرق لتغطية الحوادث والأزمات المرورية على طول المحاور بقطاع الشرق: محور الثورة، محور الشهيد والإن محور النصر جميعه، ومحور أكتوبر. طب يا فندم عايزين نتكلم عن التعامل مع حوادث الطرق. منوط بقسم الانضباط المروري سرعة التوجه. أي حادثة أو أي أزمة مرورية بيتم الإخطار بيها عن طريق مرور الدراجات الآلية بصفة مستمرة من سير الضباط والأفراد على طول المحاور للإخطار عن أي أزمة مرورية أو عن أي حادث مروري مفاجئ. بيتم إخطار غرفة عمليات مرور القاهرة لتوجيه الخدمات المساعدة من أوناش أو سيارات إغاثة أو سيارات إسعاف لسرعة الانتهاء من أي حادث مروري وتسيير الحركة المرورية. طب يا فندم عايزين نتكلم عن يعني لو في مثلا مشكلة مرورية، حادثة طريق، مشكلة ما بين سائقين وبعضهم، التعامل معهم بيكون ازاي؟ في حالة حدوث أي مشاجرة تأثر على الحركة المرورية بيتم انتقال السيد الضابط أو الفرد راكب الدراجة الآلية على وجه السرعة بالنسبة للمشاجرة، واتصال بغرفة عمليات مرور القاهرة لتوجيه سيارة النجدة أو الأمن العام والخدمات المساعدة أيضا لسرعة تجنيب السيارات والانتهاء من المشكلة وتسيير الحركة المرورية. طب ممكن نتكلم عن قوام طاقم العمل داخل وحدة الانضباط المروري؟ يعني كم عدد الضباط والأفراد؟ الأعداد 88 ضابط وفرد موزعين 44 من السادة الضباط والأفراد خدمة صباحية وخدمة مسائية على المحاور اللي اخترت حضرتك بيها في صدر الحديث، وهي قسم مستحدث لتكملة التجربة وتوسيعها بإذن الله على جميع محاور القاهرة. هل وحدة الانضباط المروري لها دور في
ضبط السيارات المشتبه فيها، في ضبط السيارات المبلغ بسرقتها؟ والعامل الاساسي من وحده الانضباط المروري ضبط المخالفات من الحركه، وجميع الساره الضباط والافراد مجهزين بكاميرات مستحدثه مثبته على الزي الخاص بهم لتسجيل الوقائع وتسجيل الحادث في نفس الوقت بتاعه. وايضا معاهم اجهزه سحب الكتروني واجهزه تسمى اجهزه BDA، بيتم بمعرفه اجهزه مستحدثه، بيتم عن طريق الاجهزه دي الكشف مباشره عن اي نمره سياره في الوقت نفسه لبيان قائد السياره وملكيه السياره والارقام اللي عليها، اذا كانت نفس الارقام دي خاصه بالسياره نفسها او بارقام ثانيه او مبلغ بسرقتها. خلي بالك، مسافة الأمان مهمة جدا لأنها بتحميك من الاصطدام من الأمام أو الخلف في حالة التوقف المفاجئ. أمنك رسالتنا وحمايتك غايتنا. خلي بالك، رسالة قصيرة ولكن مهمة جدا، طول الوقت هنسمعها. وحتى احنا دلوقتي من خلال البرنامج لسه حالا بنتكلم على ازاي ممكن نوصل الرسائل دي للجمهور بشكل عام. بس خلونا نتكلم كمان على الانضباط المروري زي ما قلنا، وازاي ممكن او ازاي لازم القانون هو اللي يحقق الانضباط المروري. هل في قانون المرور اللي هو بيتقال كان طول الوقت عليه الجديد لانه كان من 2008 اعتقد، يعني 2000 اخر تعديلات، بعد كده بقى كانت تعديلات بسيطه يعني. تمام. طيب القانون، ونقول هل في مجموعه من البنود او الثغرات او يعني نقول مشاكل وازاي نتدرجها في القانون الجديد اللي بيتم اعداد ليه؟ حضرتك القانون القديم 66 لسنة 73 وتعدل في 2008. قانون المرور يشمل أبواب كتيرة ومشاكل كتير، عشان كده احنا بندرس الكلام دوت، بنقول دي اسمها منظومة المرور. هذه المنظومة أو مشكلات المرور كلها بتستند على محاور أو مبادئ. ايه اللي احنا عاوزينه من المرور او من قانون المرور؟ اللي هي المبادئ اللي هي اساسيه في القانون. فاول مبدا من المبادئ دي اللي هي المركبه اللي احنا حافظ بيه تكلم عنها دلوقتي، اللي هي المركبه نفسها. طب المركبه ديت احنا عاوزين منها ايه؟ اللي ماشي على الطريق، انا عاوز في المركبه ان تكون تتوافر فيها شروط المتانه والامن للسير على الطريق. علشان ايه؟ علشان تقلل من الحوادث، تبقى مركبه جديدة حديثة سليمة متوفر فيها الشروط. طيب المركبة دي حضرتك في القانون بيقول المركبة دي نوعين، مركبة نقل بطيء ومركبة نقل سريع. يبقى مركبات النقل البطيء تبع المرور، مركبات النقل البطيء تبع المرور. السادة المحافظين واخدين هذا الاختصاص اللي هو ترخيص مركبات النقل البطيء، اللي هو الحنطور والكارو والحاجات دي. مركبات النقل والتوك توك لا، التوك توك مركبه نقل سريع. مركبات النقل السريع اللي هي احنا زي التوك توك والملاكي والاجره والسياحه والاتوبيس، دي كلها في القانون. يبقى احنا حضرتك عاوزين مركبه تكون سليمه ومتوفر فيها شروط المتانه والامن. ليه؟ عشان نقلل الحوادث بتاعه المرور. طيب المركبه دي دلوقتي حضرتك في عندنا مركبات بقى لها 100 سنه، سواء نقل او سواء مركبات سياحه او اتوبيسات عدت ال100 سنه. طب ما فيش قانون بيقول انه يعني في سنه صنع معينه بعدها ما ينفعش تمشي في الطريق؟ ما فيش. ولا عشان كده احنا بنقترح في القانون الجديد ان استبدال واحلال وتجديد المركبات القديمه اللي هي استهلكت دي الملاش قطع غيار بمركبات جديده، وبالتالي هنقلل نسبه ايوه يعني ده بيعتمد على حاله المركبه نفسها ولا على سنه الصنع؟ حضرتك سنه الصنع مهمه وموديل المركبه مهمه في الاستهلاك. يعني في المواصفه القياسيه الفنيه للمركبه لها عمر افتراضي، فالعمر الافتراضي ده احنا بنحطه ب 30 سنه مثلا، لكن في مركبات 50 سنه و60 و100 سنه. عشان كده بنقول ان لابد من المركبه ان تكون متوفر فيها شروط المتانه والامن وتكون صالحه للسير على الطريق. دي نقطه مهمه جدا.
النقطه الثانيه يعني ان شاء الله 50 سنه حتى يعني 30 سنه احنا موافقين. لا يعني لا يعني لو فرضا 30 يعني مثلا في حد يقول لك لا وانا عندي وحرام وانا ما فيش واجيب منين ما هو برضو في بعد اقتصادي طول الوقت احنا لازم نخلي بالنا منه. تمام. بس ما يبقاش 100 يعني ما هو ما بقاش 100. النقطه الثانيه حضرتك ان المركبات ديت لما نيجي احنا بنتعامل معاها في المرور ويتم الفحص الفني بتاعها عشان نعرف الشروط اللي واجب توفرها في المركبه، نلاقي ان المركبات دي في الفحص الفني بتاعتها بتفحص صوري، ما بتفحص الفحص اللي القانون بيقول عليه واللائحه بتقول عليه. اللائحه بتقول ايه؟ في شروط واجب توفرها في المركبه دي، لابد ان اللجنه الفنيه بتفحص المركبه دي فحص جدي. طب ايه الفحص الجدي؟ في اللائحه حوالي 30 ماده كيفيه فحص السياره لشروط المتانه والامن. عشان كده احنا برضو من ضمن المقترحات ان احنا انشاء مراكز فحص فني على مستوى جمهوريه مصر العربيه. احنا الاداره العامه للمرور خدت حوالي 18 قطعه ارض من الساده المحافظين على اساس ان نعمل فيها مراكز فحص فني، يبقى السياره تدخل مركز الفحص الفني وتطلع بشهاده معتمده بجميع الاجزاء بتاعتها اللي هي المفروض تبقى سليمه وصالحه للسير على الطريق. ده برضو مقترح. طيب يعني برضو لسه احنا هنكمل في موضوع المركبه نفسها، لانه مثلا عربيه النقل دي ليها قصه وحكايه طويله ومش مشاكل كبيره ويعني ولحد دلوقتي مش عارفين نوصل لحل ليها، لانه كل لما بنتناقش حتى من خلال مجلس النواب يتقال لا استنوا شويه. تمام خلاص، فاحنا هنتكلم عليها. بس يعني خلونا بقى نتكلم على ازاي نوصل للمعرفة. شفنا مع بعض حالا حملة اسمها خلي بالك، وعرفنا من خلالها بعض المعلومات. سيادة اللواء كان لسه بيتكلم على الموضوع ده. سيادة اللواء خلينا بقى نقول ازاي نوصل للجمهور، ازاي نعرف ونتعلم كلنا، مش بس صاحب المركبة ولكن كمان المشاة في الطريق. لازم الإعلام يهتم بثقافة الناس. القنوات سواء قنوات الفضائية المصرية أو القنوات الأخرى الخاصة، لازم يبقى في حملة قومية. كل القنوات دي تقدم ثقافات المرور للناس. لازم الناس تبقى يعني عايشة قصة المرور ديت، تنام تحلم بالمرور علشان نرتقي بالشارع بتاعنا. احنا ما كملناش الحته بتاعت مسافات الامان دي لانها مهمه جدا للناس، لازم يستوعبوها كويس. أيوة. بقول جوه المدينه احنا طبعا طول الحلقه هنقول معلومات كتيره جدا جوه المدينه عشان الناس تعرف. يعني جوه المدينه مسافه عربيتين بيني وبين اللي قدامي، يعني من 8 ل 10 متر، لان السرعه 60 جوه المدينه، السرعه هو 60. لما اطلع في الطرق السريعه كل 10 كيلو من سرعتي بطول عربيه، يعني لو انا ماشي على سرعه 90 في 9 عشرات يبقى 9 عربيات، اسيب طول 9 عربيات بيني وبين اللي قدامي. عربيتي 4 متر، يبقى 4 في 9 ب 36 متر لو انا ماشي على سرعه 90. هو كده، لا كده لا اما هتقابل مشاكل ما انتش قدها، مشاكل هتعود باضرار جسيمه عليك وعلى الناس اللي في العربيه. ماشي على سرعه 120 اسيب طول 12 عربيه. هو كده 4 في 12 ب 48 متر. هو طيب كده. يعني حضرتك بتقول انه الاعلام عليه دور، وده طبيعي انه الاعلام عليه دور، بس في جهات تانية كتيرة ممكن يكون عليها دور. هنفكر حالا في ازاي ممكن نخلي كل واحد فينا يبقى عنده هذه المعلومات. بس خلونا نتكلم بقى ونقول انه على ارض الواقع مهم قوي يبقى في حملات مرورية عشان الانضباط المروري فعلا يتحقق. خلونا نشوف مع بعض هذا التقرير وبعدين نرجع نكمل كلامنا مرة تانية. خلي بالك، حزام الأمان بيضايقك، بيكتفك، بتربطه بس عشان ما تاخدش مخالفة. طب وأمانك؟ حزام الأمان أمان. أمنك رسالتنا وحمايتك غايتنا.
التركيز حاليا في الحملات المرورية على كل ما من شأنه يؤدي إلى وقوع حادث، سواء كانت السرعة الزائدة، حملات الرذاذ زي ما حضرتك شايف، حملات المخدرات على متعاطين المخدرات، سواء كان حملات تشديد على الإطارات للسيارات اللي هي بتسبب في الكثير من الحوادث، الأنوار، الفرامل، كل السير عكس الاتجاه، كل ما من شأنه أن يساهم في وقوع حادث مروري. في طريق مصر اسكندريه الصحراوي في دايره نطاق اسكندريه اولى حضرتك عدد 2 اقوال امنيه بيمروا، الكل الامني فيه 3 عربيات زي ما حضرتك شايف، كعمل الاقوال الامنيه على الطريق، ضبط كل ما هو مخل بالامن العام، فيما وكذلك المخالفات المروريه المتنوعه. المواطن بيبقى له 30 نقطه في خلال العام، ال 30 نقطه دول لو ارتكب مخالفات ادى الى ان 30 نقطه بالنسبه له استنفذهم، بتوقف رخصه القياده، وفي هذه الحاله لا يقود السياره. في حاجات تانية برضو، رخصه اسمها رخصه مشروطه. في القانون برضو بص على مخالفات السرعه، كان المواطن يتساوى في مخالفه السرعه اللي زايده سرعته 10 كيلو زي اللي زايد سرعته 70 كيلو عن السرعه المقرره. اصبح في تدرج في الغرامات بالنسبه للسرعه. كقائد مركبه اهم نقطه الالتزام، لو ما التزمتش اكيد هيبقى في حوادث كتير طبعا مضره طبعا. السواق بيبقى شارب كده، تبص تلاقيه يعاند مع صاحبه كالعاده، برضه بيبقى شارب، وتلاقيه بياخد ده يدوس وده يدوس، والضحيه الركاب. انا عامه ما بحملش زياده بيبقى فاضي فاس فاضيه، بس غير كده ما بحملش زياده، غلط على العربيه وغلط على الطريق وغلط على الذات النفسيه. حالا هنكمل كلامنا، وخلي بالك من كل هذه المشاكل اللي ممكن تقابلنا كمشاة او حتى سائقي اي مركبة. سيادة اللواء حضرتك كنت بتتكلم حالا على المسافات، مسافات الامان في الطرق السريعة. في نقطة مهمة، يعني انا لما بقول مثلا سيب بينك وبين اللي قدامك 50 متر 40 متر، فيقول لي ايه ده راجل مجنون، ده كتير قوي. اقول له لا مش كتير ولا حاجه، لان في حاجه معمول حسابها مهمه قوي قائد السياره ما بيحطهاش في اعتباره. انا لما بشوف حاجه عيني دي كاميرا بتلقط صوره بتبعتها للمخ، المخ ينبه الاعصاب تحرك العضلات، انا شفت خطر وعايز افرمل. في هنا زمن، عيني مش عيني اللي بتفرمل، اللي بيفرمل رجلي، في زمن هنا، زمن ده مقداره 3/4 ثانية، ده زمن رد الفعل للإنسان العادي. أنا وإنتي وده أي واحد سايق عربيته لازم زمن رد الفعل ده يحس بيه ويعيشه في أي موقف خطر. أنا بشوف خطر قدامي وشفت خطر، انما لسه ما فرملتش، لسه ماشي بسرعتي، بفرمل بعد 3/4 ثانية. العربية ماشية في المسافة دي، ماشية في 3/4 ثانية بنفس السرعة. عارفة لو انت ماشية على 120 انا هنا شفت خطر، وبعد 3/4 ثانية وانا ماشي على 120 بعد العربية بتكون مشيت في 3/4 ثانية 22 متر. رجلي بعد ال 22 متر تكون وصلت على البريك، على الفرامل. ويا عالم بقى لما فرمل وانا 120 متر هيحصل ايه؟ 22 متر دي على حساب مين؟ على حساب اللي سايق، رايحين منك. الواحد يقول ده انا اول ما شفت فرملت وانا ابدا، مفيش كلام من ده. دي حاجه مفروضه على اي انسان سايق عربيته، زمن رد الفعل 3/4 ثانيه، رايحين منك. طيب سيادة اللواء عادل، يعني خلينا نقول انه في كتير من المشاكل بتقابلنا، والحقيقة يعني القانون لازم يقول كلمته. في مشاكل خاصة بالمقطورة، في مشاكل خاصة بالتوك توك، بالموتوسيكلات، واحنا بنتعرض ليها كمواطنين، يعني سواء حتى راكبين عربيات او ان احنا مشاة. خلينا نقول القانون الجديد بيعالج الثغرات دي، ولا القانون اللي موجود هو كفيل بالقضاء على المشاكل بس مفيش تطبيق؟ يعني احنا اصلا محتارين انه المشاكل موجودة ومفيش حل ليها. هو حضرتك بالنسبة للقانون الحالي كافي جدا بس مفيش تطبيق.
ده بالنسبه يعني اصلا انا اتكلمت دلوقتي على 3 حاجات، النقل، المقطوره والمقطوره والتوك توك والموتوسيكل، الدراجات الناريه اللي هي الموتوسيكلات. القانون كافي جدا في الترخيص. يعني في الترخيص القانون حاطط الشروط بتاعه الترخيص بتاعتها، وحاطط المواصفات الفنيه بتاعتها والشروط بتاعتها وكله. لكن حضرتك في التطبيق مش مظبوط. عشان كده احنا بالنادي الساده المحافظين يجتهدوا شويه معانا ويتعاونوا معانا. لابد ان المحليات تتعاون مع الاداره العامه للمرور وتتعاون مع وزاره الداخليه في تنفيذ القانون، لان القانون مديهم السلطات ديت. فلازم الساده المحافظين يستغلوا المواد القانونيه اللي موجوده في القانون ويبتدوا يرخصوا الكلام دوت. طب حضرتك اشرح لنا الموضوع ده ليه؟ لانه انا لما اقول تنفيذ قانون خاص بالمرور اكيد اول حاجه هفكر فيها انه الداخليه هي اللي المفروض تنفذ قانون خاص بالمرور، حاجه بتاعتها في منطقتها. ازاي المحافظ عنده من السلطات وصلاحيات ان هو ينفذ قانون المرور؟ كلام حضرتك السؤال ده جميل جدا. لما نيجي سعادتك نشوف نلاقي فيه 13 وزارة مشتركة معانا في المرور. 13 وزارة في جمهورية مصر العربية مشتركة معانا في المرور، و63 جهة مشتركة معانا في المرور. فهنا الاختصاصات توزعت، وبالتالي في محافظ، في وزارة المالية عشان العربيات اللي جاية داخلة من الخارج، في وزارة الصحة عشان الكوميسيونات والشهادات الطبية، النقل في وزارة النقل، في هيئة العامة للطرق والكباري للطرق السريعة والصحراوية، مديريات الطرق والكباري اللي هي تبع المحافظين أو تبع المحافظات. جهات كتيرة جدا جدا يعني جدا. احنا بنتكلم كمان وزارة الإسكان، ده يعني كتير. وزارات يعني مختلفة. من ضمن الحاجات برضو اللي في القانون الجديد إن شاء الله، لا أي حد يعمل أي إنشاءات أو سوبر ماركتات أو أبنية أو لابد إنه ياخد موافقة الإدارة العامة للمرور. طب ما خدش يبقى بيدفع غرامة حوالي 20,000 جنيه لعدم اختاروا المرور أو عدم. دي جديدة في قانون المرور الجديد إن شاء الله. كان الأول ما فيش اختار، كان اللي عاوز يعمل أي حاجة يعمل، وطبعا دي بتضيق الشوارع، العربيات بتركن، ما فيش بارك، فبالتالي في حوادث، وخصوصا بقى المشاة والمشاكل بتاعة المشاة. فارجع تاني بعد اذن حضرتك ارجع اقول ان المركبه، طب ما هو المفروض اصلا يعني كل عماره بيبقى فيها الجراج الخاص بيها عشان العربيات تبقى بتركن فيها، وده ما بيحصلش، ده مش موجود اصلا. ده كان في القانون القديم مش موجود. القانون الجديد بقى ان شاء الله لازم يخطر المرور. مش موجود يعني انا فاهمه انه من زمان حكايه انه لازم كل عماره يعني لازم يعني ده من خلال قانون المحليات. يعني كان بياخد تصريح من المحليات. دلوقتي القانون الجديد ان شاء الله ودي ماده جديده لابد انه يخطر الاداره العامه للمرور، والا يقع تحت تاثير الغرامه اللي هي حوالي 20,000 جنيه. ارجع اقول لحضرتك تاني معلش، بالنسبه للمركبات، المركبه انا هنا من المكان هذا ان انا بأنادي ان تكون جميع المواد بتاعه الشروط الفنيه للمركبه تابعه للمواصفات القياسيه الفنيه العالميه. لان انا حضرتك شغال في الهيئه العامه للتوحيد القياسي والجوده في اللجنه القوميه وسائل النقل، بالاضافه ان انا ليه، فانا النهارده بعمل ايه في الهيئه؟ فايه بقى المواصفات القياسيه العالميه؟ أيوة. شكلها ايه الهيئه يعني؟ بقى حضرتك احنا عندنا في الهيئه بنعمل ايه في وسائل النقل اللي هي المركبات؟ بنجيب المواصفات الفنيه القياسيه العالميه العالم كله شغال عليها. زي مثلا ايه؟ زي مثلا حزام الامان اللي حافظ بيه، زي الوساده، زي الاطارات، زي الموتور، زي الشاسيه، زي الفلاتر، زي كل الاجزاء العربيه اللي هي حوالي 128 جزء. بنجيب جزء وبنشوف العالم شغال على ايه، اخر التقنيات بتاعته، وبنبتدي. احنا عندنا في القانون مش شغالين على كده. احنا شغالين على مواد وضعت من مئات السنين وماشيين عليها. لا، احنا عاوزين عشان بحط المواصفه
وبالتالي العربيه بتلتزم بيها، وبالتالي تبقى في حضرتك برضه هتلاقي اللي يسمعك دلوقتي يقول ايه، طب يعني سياده اللواء حضرتك بتتكلم على المواصفات، طب هي الطرق فيها مواصفات؟ هي المطبات الصناعيه اللي بتتعمل في كل يعني متر دي من المواصفات؟ هو الحفر يعني الارض نفسها، يعني ده كان في تصريح لحد مسؤول قال انه يعني كويس كده عشان ما تحصلش حوادث. ما هو حضرتك لما في بدايه الحديث قلنا المشاكل المرور دي في 6 محاور. اول حاجه المركبه، ودي قصه كبيره جدا المركبه دي. المحور الثاني اللي هو قائد المركبه اللي اتكلم عليه حافظ بيه، وقائد المركبه ده مشكله، يعني مش عاوز اقول لحضرتك ان في حاليا قائد مركبه بيجيب الشهادات الطبيه من ناس من غير متخصصين وبيقدمها للمرور وبيطلع. طب دلوقتي الرخصه 10 سنين، هل يعقل واحد سنه 40 سنه في حاله صحيه زي 50 سنه؟ لا. فاحنا بنقول يا جماعه القانون الجديد يا جماعه كل 3 سنين يبقى هذا قائد المركبه يزور الطبيب يطمئن على صحته. ودي ان شاء الله تبقى برضه حاجه جديده. قائد المركبه لازم المهني اللي هو بيسوق نقل دوت اللي حضرتك قلت عليه، لازم يبقى كل 5 سنوات يلتحق بمركز تدريب يقعد يدينا 35 ساعه على الاقل علشان يطلع مؤهل تاني ومتعلم حاجات حديثه وجديده. لان حضرتك اللي احنا القانون بتاعنا كام؟ من 73 تعدل في 2008، فمش معقوله بقى لنا 50 سنه. فلا بد في تطوير، مع تطوير القانون واللائحه والقوانين لازم تطوير للشخص نفسه. هنكمل كلامنا، بس سياده اللواء حافظ نقول على ذكر برضو الدوره التدريبيه، هل يعني من المقبول او نقدر نعمل كده انه قبل لما نحصل على الرخصه يبقى في دوره تدريبيه قبلها كام ساعه كده نعرف فيهم ونسمع القواعد السلامه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي؟ يعني اصل حضرتك بتقول الاعلام هيقوم بدوره ومفروض يعمل كده، بس عشان نوصل لاكبر قاعده يعني جماهيريه يعني يبقى اللي بيستعمل المركبه ده ضروري شرط من شروط الحصول على الرخصه. جميل. اللي عايز يعمل رخصه قياده تبقى من خلال مدرسه قياده. رخصه خاصه، رخصه مهنيه تانية اولى تالتة من خلال مدرسة قيادة السيارات التابعة للإدارة العامة للمرور أو إحدى إدارات الدولة في أي محافظة. أي حد عايز يعمل رخصة يروح يبقى من خلال مدرسة القيادة. أيوة حضرتك بتقول ده لازم بتقترح ولا ده مفروض يحصل؟ ده لازم يحصل. مفروض يحصل. ده لازم يحصل لأن اللي احنا شايفينه ده دلوقتي ده ما ينفعش. ما ينفعش مع الهمجيه اللي احنا شايفينها في الطريق العام. هي دي الاصول. نمشي وفقا للاصول ونشوف الدول التانية بتعمل ايه. روحي دبي، روحي ابو ظبي، من خلال مدرسه قياده. هو كده دي الاصول. انما شغل السبهلله ده ما ينفعش. ومدرسه قياده مش قضيه ان انا اتعلم اسوق ازاي، لكن القواعد السلامه دي اللي حضرتك بتحكي عليها وبتتكلم عليها بتقول دي نقاط مهمه جدا لازم نعرفها، بنعرفها من خلال المدرسه. طبعا يعرف آداب وقواعد المرور، امان الطريق ازاي يحترم العربيه اللي هو سايقها، ازاي يحافظ على حياه الناس وهو سايق عربيته، ازاي يستخدم انوار السياره. المفروض طول ما هو ماشي بالليل نور الطريق الواطي اللي هو بيكشف له 30 متر. شوف السواقين ماشيين بالنور السهاري. والكلاكسات بقى حاجه غريبه جدا. نور الطريق الواطي حتى دلوقتي تلاقي عربيات اول ما تدوريها نور العربيه منور صبح وليل. سيفتي، امان. احنا بدعه. لازم نور طول ما انا بقول للمصريين اللي بيسوقوا عربيات طول ما انت ماشي بالليل نور الطريق الواطي اللي بيكشف لك 30 متر امان ليك. لا يمكن تعمل حادثه في تقاطع وانت منور النور، لا يمكن. طول ما انت ماشي كده هوت مش محدش هيكسر عليك لانه شايف النور بتاعك. امان. ده انا بشوف عربيات ميكروباص ماشيه مضلمه خالص على محور اكتوبر. دي كارثه. ازاي الكلام ده يحصل؟ فدي حاجه مهمه قوي. استخدام النور.
هقول لك برضو حاجه بس الاخطاء دي انا بس عايزه اعرف قبل ما يروح لا ده وهو السؤال بس الاخطاء دي يعني هل قانون او يعني الانضباط المروري اللي كنا بنتكلم عليه حالا ده يقدر الضابط يوقفه ويقول له انت غلطان وياخد مخالفه على كده، ولا لا دي ليها دعوه بالسلوكيات ويعني نقدر نقول كده السلامه، ماليش دعوه دام حضرتك عايز تعمل كده براحتك؟ عشان اكون امين في كلامي، مفيش نص صريح في قانون المرور بيقول عدم استخدام النور الطريق الواطي دي مخالفه صريحه للاسف. وانا بقول يعني هو ما عندوش الصلاحيات، الضابط ما عندوش صلاحيات انه يعمل كده يوقف ولا يقول له خد انت مخالف ومثلا هتدفع غرامه. لازم يبقى في نص صريح في المنظومه دي. لما الاقي عندي 16% من الحوادث من الاطارات مثلا، المصريين ما يعرفوش مثلا ان الاوزون اللي في الجو بيحلل اي ماده مطاطيه. كويس؟ العمر الافتراضي للإطارات 5 سنوات من تاريخ الإنتاج. مفيش حاجة اسمها لما تعمل 100,000 ولا تعمل 60,000 ولا 90، مفيش كلام من ده. 5 سنوات من تاريخ الإنتاج. نبص كده حوالين الجنط كده هنلاقي فيه مربع صغير كده كاوتش فيه 4 أرقام إنجلش. الرقمين اللي على اليمين رقم السنة، هنلاقيها دلوقتي 17 اللي على اليمين. رقمين اللي على الشمال رقم الاسبوع في السنه. احنا 52 اسبوع في السنه، تلاقيه بقى مكتوب بس 12 17، يعني الاسبوع 17 في سنه 17. كويس؟ اعد بقى من التاريخ الانتاج ده 5 سنوات. لازم المصريين ثقافتهم ترتقي للمنظومه اللي انا بتكلم فيها دي، وبقول لهم اهو الاطارات كارثه لو انا ما تابعتش جودتها وتابعت سنة الصنع علشان ابقى امن. واحد يقول لي انا مسافر 5 سنين ورافع العجل، انزل بقى اركب العربية بقى ومشي. المطاط يتحلل بعد 5 سنوات. الاوزون زي ما بقول لك، يعني دي حاجات لازم ثقافتنا ترتقي ليها. لازم سيادة اللواء، يعني اكيد المواطن يعني بيخطئ انه ما يبقاش عنده هذه المعلومات، بس كمان ما انا ما قلتلوش اتفضل اتعلم، ولا انه في اصلا معلومات مهمه، ولا ما علمتوش حاجه. يعني برضو يعني لما نقول القانون هل في من البنود اللي تجبر سائق المركبه انه يعرف القوانين دي او السلامه دي اللي حضرتك سيادة اللواء بيتكلم عليها دلوقتي؟ يعني حضرتك هي بدايه المواطن راح يطلع رخصة قيادة أيا كانت، بيتقدم بالورق بتاعه مفيش مشكلة. بعد كده إيه المفروض؟ بيختبر في الإشارات والعلامات وقواعد وآداب المرور وجغرافية المدينة. يعني إحنا بنركب ساعات أجرة، يقول لي مثلا الهرم فين؟ يقول لي معرفش، أروح من أنهي طريق. حاجة غريبة جدا. مسبيرو فين؟ يقول لي قول لي أنت، ما أنا ما أعرفش. فلازم المواطن اللي بيتقدم بالاوراق يتعلم اشارات المرور، علامات المرور، خطوط المرور، قواعد المرور، اداب المرور، يتعلم جغرافيه المدينه، ومش كده كمان يتعلم ميكانيكا السياره ويختبر في الكلام ده. نمره 2 نجح في الكلام بيروح يختبر عملي. يعني ايه؟ يعني بيسوق العربيه ويختبر عملي. طيب بيسوق العربيه كام بند في القانون وفي اللائحه؟ 12 بند. عشان ينجح لازم يعدي في 12 بند. طيب نجح في 12 بند، يجيب كام؟ جاب 79.5%. ساقط ويعيد تاني. لابد ان يعيد بعد قد ايه؟ يعيد بعد كام؟ 3 شهور. لازم يجيب على الاقل 80%. فالقانون موضح العمليه. لكن نيجي بقى في التطبيق الفعلي العملي بقى، هل ده بيحصل؟ فعلا هل اللي بيختبر ده بيقعد بيعدي 12 بند زي ما اللائحه بتقول والقانون بيقول، ولا ما بيختبرش؟ عشان كده الكلام تحافظ بيه. لازم يلتحق بمدرسه قياده. احنا سافرنا بره حضرتك كتير دول بتقعد 2 مدرسه القياده او مركز تدريب قياده تعليم السائقين. 2 وايه؟ وعلى اعلى مستوى، بيطلع فاهم في جميع نواحي المرور.
بالتالي لما هو ومش مكلف يعني مش لو مكلف. قارنا بينه وبين لا. مدارس تعليم قياده السيارات الخاصه يعني فرق كبير جدا يعني. لا كمان التعليم الخاص ده اسبوع وبيتعلم وبياخده ويروح يطلع له رخصه. لا ده التاني ايه، التاني بيتعلم كل حاجه، اداب وقواعد وزي ما قلت لحضرتك كده وميكانيكا وقياده. طب سيادة اللواء بس عشان الوقت خلاص اتفضلي. فيعني برضو عايزين نتكلم على التوك توك، في قواعد منظمه او في القانون الجديد يعني او حتى القانون اللي موجود؟ وحضرتك في التعديل في 2008 نزلنا موضوع التوك توك في اللائحه وفي القانون والشروط الواجب توفرها في مركبه التوك توك نفسها. نمرة 2 الشروط اللي واجب توفرها في قائد التوك توك نفسه. لكن زي ما قلت لحضرتك دلوقتي هو تداخل الاختصاصات هو يمكن اللي عمل اعاقه شويه. ليه؟ لان في القانون بيقول ايه؟ بيقول المحافظ المختص بعد موافقه المجلس الشعبي المحلي المحافظه تحديد عدد التوك توك، عدد اعداد التوك توك، تحديد مواقف التوك توك، تحديد الاجر بتاع التوك توك من الى، لان ده بخط يعني سير. خط السير نفسه كمان هو اللي يحدده؟ ويحدده ومش كده بس، وبيحدد كمان ان ما يشتغلش في المناطق اللي هي المدينه او المناطق كده، يشتغل في ايه المناطق اللي هي الزراعيه. مدينه ده انا بشوف شارع الهرم، ده انا شفت في روكسي والله، شفت شارع الهرم الرئيسي في روكسي والله شفت توك توك. فالمحافظ طيب حضرات الساده المحافظين فين بقى الكلام دوت؟ فلازم يبقى فيه تعاون بين الساده المحافظين وبين الساده مديرين المرور وبين الاداره العامه للمرور علشان نطبق موضوع التوك توك. لان حضرتك للعلم احنا وصلنا 2.5 مليون توك توك في جمهوريه مصر العربيه، وده طبعا رقم كبير مخيف. يعني لازم يتم تنظيمه، لازم يتم ترخيصه وتنظيمه. ما هو تنظيمه باي شكل بقى يعني، باي شكل يعني لازم يتم تنظيم رقم 2.5 مليون. بس خلينا يعني كلمه اخيره من سياده اللواء حافظ، معلش احنا يعني بنتكلم على التعليم والثقافه، بس لو نقول انه مناهج التربيه والتعليم هل ممكن يدخل فيها مثل هذه القواعد عشان حتى الطفل يبقى عارف؟ طبعا. ولا لا الحاجات دي صعبه بقى عليه؟ لا مش صعبه خالص، لازم ان شاء الله. يعني التربيه والتعليم الاولاد من صغرهم كده، في كل كتاب يبقى فيه صفحه، في كل كتاب صفحه للمرور. وفي كل السنوات هيقدروا يستوعبوا يعني قواعد السلامه اللي حضرتك تستوعب احسن من الكبير. وفي دلوقتي الاداره العامه للمرور عامله بتعمل زيارات للمدارس، بياخدوا معهم عربيات وموتوسيكلات للاولاد الصغيرين في المدارس كده، يعلموهم قواعد واداب المرور في المسارات المروريه. وفي حاجه مهمه ارجوكي تديني الفرصه فيها. خلاص بس هنختم بيها، اتفضل حضرتك. بس هنختم بيها خلاص. اولويات الطريق العام للمركبات للعربيات، مين يمشي قبل مين، بدل المهانه اللي بنشوفها والبلطجه اللي بنشوفها في الشارع. لازم كل واحد يبقى عارف مين يمشي قبل مين، مين صح ومين غلط. اتفضل. الخطوط الارضيه اللي بنعملها في الطريق دي علشان العربيات تمشي في وسطيها، مش ياخد الخط بين العجل، لا يمشي بين الخطوط. اولويه مطلقه للعربيات للي ماشي طوالي. ما تنسوش كلمتي دي، طوالي الأولوية المطلقة. واحد طالع من اليمين كده خبط اللي ماشي طوالي، اللي طالع من اليمين غلطان، ما يفتحش بقه. واحد جاي في وش واحد ماشي طوالي كده، وواحد جاي في وشه شمال بيعمل شمال وخبطه، اللي بيعمل الشمال غلطان. واحد بيعمل يوتيرن وخبط الطوالي، اللي بيعمل يوتيرن غلطان. جميل. نخش على ميدان. الأولوية في الميادين علشان ما نتخانقش برضو، الأولوية للي بيلف وخارج في الميدان، بفرض ان مفيش إشارات، للي بيلف وخارج. اللي داخل لو خبط اللي خارج غلطان، اللي داخل لو خبط اللي بيلف حوالين الصينية غلطان، اللي داخل غلطان. اللي داخل يدخل من غير مشاكل، عمل مشكلة يتحملها. كلمة ورد غطاها. ادي تاني أولوية. عندي رئيسي وفرعي. الأولوية للرئيسي، الأعرض
واللي فيه مرور كتير، يبقى هو ده الرئيسي. كويس. اللي جاي من الفرعي يخش الرئيسي من غير مشاكل، لو عمل مشكلة يشيلها، لو خبط الاتجاه ده او الاتجاه ده يتحمل مسؤوليته، عليه انه يدخل ويخرج من غير مشاكل. ممكن يقف في النص. ادي اخر حاجة. تقاطع بقى زي بعضه، ده زي ده. الأولوية للقادم من اليمين ولسيارة واحدة أو لصف واحد. يعني أنا داخل التقاطع أهو، أبص يميني وأسيبه يعدي، واللي جاي من هنا يبص يمينه ويسيبه يعدي، واللي جاي من هنا يبص يمينه، وهكذا. هنلاقيها ماشية عكس عقارب الساعة. واللي يعدي اللي وراه يقف، اللي يعدي اللي وراه يقف، اللي يعدي اللي وراه يقف، واللي يعدي اللي وراه يقف. هي دي أولوية المرور في الطريق العام. سيادة اللواء حافظ بنشكرك جدا. سيادة اللواء عادل بنشكرك جدا. أعزائي المشاهدين بشكركم وإلى اللقاء.